السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا موسم الزيتون بدأ، الزيتون مال السوق واسعاره كويسة. طبعا بنشتريه مخلل زيتون غالي جدا من بره، هنعمله مع بعض في البيت اوفر وانضف. معايا هنا 6 كيلو من الزيتون. هنعمله بطريقة حلوة جدا وبسيطة ويعني وسهلة خالص، مش متعبة. طبعا الزيتون مغسول كويس. معايا هنا كيلو من الشطة ونص كيلو من الليمون السليم. ومعايا هنا عصير كيلو ونص ليمون. انا جبت 2 كيلو ليمون، عصرت كيلو ونص وسبت نص كيلو سليم كده. تمام، هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. هجيب بقى اقطع الليمون بتاعي. هقطع الليمون بتاعي نصين كده، او زي ما تحب تقطيعه، يعني مش هتفرق، كله هيتفرم في الكبة. هقطع كل كمية الليمون دي وهنرجع مع بعض تاني عشان خاطر الفيديو مبقاش طويل. وهنا قطعت الليمون وجبت الكبة بتاعتي. ومعايا هنا كيسين من الملح كبار. الكيس نص كيلو، 600 جرام. الكيس 600 جرام، يعني كده كيلو 200 جرام ملح. تمام. هحط بقى الليمون والفلفل في الكبة واحط عليهم الملح. ابتدي اقطع الفلفل نصين كده، عشان او حسب الكبة اللي عندك، لو كبيرة حطها على بعضها، دي مش هتفرق. واحط الملح وافرم بقى في الكبة. تمام. طريقته سهلة جدا، مش مستاهلة نشتري من بره. اعمليه وخلي كل حاجة في بيتك، ما تشتريش حاجة، اعملي كل حاجة انضف واوفر، عارفة انت بتاكلي ايه، ومغسولة ومتنضفة ومية مية. هنا خلاص كنت فرمتها بالشكل ده. هفرم بقى كل الكمية. احط الليمون والفلفل والملح وهكذا لحد ما اخلص كل الكمية، كيلو الفلفل والليمون والملح اللي معايا. تمام. وافرم. دايما البيت لما بيبقى فيه الحاجات ديت بتحس ان البيت كده مفهوش، يعني مليان خير، وما بتحتاجيش حاجه من بره، كل حاجه بتقدري تعمليها، مش في حاجه صعبه عليكي. فكل حاجه بتبقى حلوه، وقت ما بتحتاجي حاجه بتلاقيها تحت ايدك في البيت بكميات. فجربوا اعملوا الحاجات دي في البيت بدل ما تشتروا يعني. والحاجه اللي في البيت اوفر وانضف، متنقيه كويس ومغسوله كويس ومتنضفه كويس ومعموله على ايدك. بجد اوفر واحسن، يعني حتى لو ما فيهاش توفير فكفايه ان انت عاملاها بنظافه في البيت. هفرم بقى واخلص كل الكمية مع بعض لحد ما تخلص، وهنشوفها مع بعض. هنا دي اخر حاجة كنت بعملها، بس افتكرت ان انا ايه ما سبتش كام قطعة فلفل كده. بحب اسيب دايما كام قطعة فلفل، يعني قرنين 3 فلفل كده، بحب اقطعهم واسيبهم كده، احطهم في الزيتون. مش هتفرق لو مش بتحبي الحتة دي مش تحطيها، بس انا بحبه، يعني بحب اكله. مع ان هنا كان رصين من التوم قشرتهم وايه وحطيتهم بالشكل ده. هقلب بقى ده كله مع بعض وايه. شايفين بقى مية الليمون والفلفل نزلت ازاي؟ المية دي بتخلي الزيتون فظيع. هجيب بولة كده واقسم نص الكمية دي في بولة كده على جنب، يعني هعمله على مرتين يعني. وهجيب نص كمية الزيتون اللي احنا غسلينه ومنضفينه. وابتدي اقلب بقى الزيتون في الخلطة دي، اخلي الزيتون كله يبقى متغلف بالخلطة دي. تمام. هنجيب بقى البرطمان ونبتدي نعبي الزيتون بتاعنا. طبعا هما هيجوا معايا برطمانين يعني قولي حوالي البرطمان 3 كيلو. بالطريقة دي الزيتون بيقعد من السنة للسنة. عايزة تاكليه سريع شققيه، بس لو هتشققيه يبقى الكمية تخلص على طول، لانه كل ما بيقعد كل ما بيطري وبيميح. ده لو متشقق، انا بفضل اعمله سليم عشان خاطر يفضل ايه وقت اطول يعني يفضل من السنة للسنة، او لحد ما يقعد، يعني لحد ما يخلص براحته يعني. مش يعدي عليه وقت قليل ولا ايه بدأ يطري ويميع يعني. فالطريقة دي افضل، يعني هو بيطول شوية عن الزيتون اللي هو متفتح، بس مش مهم يعني. التاني لو قعد شهرين ولا شهر، ده يقعد شهرين كده. انا بعمله وبسيبه وبنساه لمدة شهرين. بعد شهرين بفتح عليه، والله استوى قبل كده ماشي، استوى بعد كده ما مش ما يجراش حاجة. بس انا بحب اسيبه وقت طويل يستوي براحته، حتى لو كان مستوي مظبوط بحب اسيبه شوية. تمام.
كل ما بيقعد في التتبيلة ديت وفي الخلطة ديت بيبقى احلى، فما تستعجليش عليه يعني على الشتوية كده بفتح عليه، على شهر 10 11 كده تلاقيني فتحت عليه، بيبقى مظبوط وتمام. محبش افتح قبل كده على اي حاجة يعني عامة، الا المخللات السريعة التانية يعني، وده انا بنعملها فيديو تاني. هنا خلاص مليت البرطمان الاولاني، وهنجيب الكمية اللي احنا خدناها على جنب هنحطها في الصينية تاني، ونعمل بقى باقي كمية الزيتون على نفس الطريقة. هنقلب كله مع بعض كده في الصينية، وبعدين نعبيه في البرطمان. تمام. احنا لسه مش حاطين عصير الليمون. تمام. عصير الليمون والصوص اللي بينزل والتتبيلة اللي بتنزل دي بتخلي الزيتون فظيع والله، واحلى ما تعمل، احلى ما تشتري بكتير من بره. هنبتدي بقى نعبي البرطمان التاني. طبعا في قطع من الفلفل، وفي كام فلفلايه كده بحطها سليم، ما بتحبش تحط سليم كفايه الدقه اللي انتي حطاها دي كلها مية مية. والثوم بيديله ريحه حلوه. هنعبي بقى ونخلص الكميه دي كلها. طبعا عشان الفيديو مبقاش طويل يعني هنشوفه بعد ما اتملى بالشكل ده. تمام كده. انا خلاص كده البرطمان اتملى على الاخر. بحاول بقى اجيب من التتبيله اللي في الصينيه ديت واحط عليه. تمام. والشويه اللي في الاخر دول هعملهم على جنب كده برطمان صغير لوحده. تمام. هنا خلاص كنت مليت الاتنين، عملوا كمية حلوة جدا، هيقعدوا معايا فترة طويلة. مش هشتري زيتون من برا، وحاجة نظيفة، وعارفة انا باكل ولادي ايه. تمام. بس كده. نشوف بقى الخطوات. هنجيب عصير الليمون اللي احنا عملناه وعصرناه، ونبتدي بقى نقسمه بالنص بين الاتنين، بين البرطمانين. تمام. بالشكل ده. عايزه اقول لك ربع البرطمان من تحت كان عصير ليمون، من الليمون والخلطه اللي نزلت ومن عصير الليمون ده. فبجد دي حاجه حلوه جدا يعني. تمام. هنا خلاص قسمت الكميه على الاتنين، وكل حاجه فيها الملح والثوم والفلفل وكل حاجه يعني، كل حاجه ايه بالنص يعني. نبتدي بقى نحط الميه بتاعتنا، ميه عاديه خالص، ونملى البرطمان ميه بالشكل ده. طبعا بحاول اوسع كده عشان خاطر ايه الميه تنزل لتحت، لانه مكتوم. هنا البرطمان التاني برضو نحط المية اللي فيه، او المية اللي هو محتاجه يعني لحد ما نملاه بالشكل ده. هنضغطه كده كويس، وطبعا مداريين الوش بالخلطة. وخلاص هنغطيه بالشكل ده، ونغطيه كويس قوي ما يدخلوش اي هوا. وعشان اتاكد انه مش داخل له هوا، هجيب استرتش، لفة استرتش كده، وايه، والف بها البرطمان من فوق عشان اضمن انه مش داخل له هوا. تمام. لو دخله اي شوية هوا هتلاقيه باظ على طول. بس كده. الخطوة دي مهمة. لو مش بتحب الخطوة دي، يبقى قبل ما تقفل الغطا حط كيس بلاستيك عادي، لو ما عندكش كيس استرتش يعني. وخلاص كده الزيتون خلص، يقعد من السنة للسنة. جربوه. ألف هنا على قلبكم. مع السلامة.